أهلا بيكم في كلام إلهام. أحيانا بنقابل نوعية من الناس كده وممكن يكونوا أصلا قريبين مننا جدا. الناس دي كلامها حاجة وأفعالها حاجة تانية خالص. الكلام جميل ومعسول ووعود كتير جدا جدا، لكن ساعة التنفيذ بتلاقيه بيعمل تصرف تاني خالص خالص. يمكن كمان يكون غير متوقع، وتلاقيه يلف ويدور كده على الحدث اللي احنا بنتكلم عليه أو الحاجة اللي احنا طلبنا منه هو يعملها لنا، وما نوصلش لأي حاجة معاه، وفي الآخر ما يعملش أي حاجة. كلام كلام طول الوقت، كلام كلام طول الوقت، ووعود كتير كتير، ولا في أي حاجة منها بتتنفذ. الشخص ده بيسيبنا في حيرة، نعمل إيه؟ نصدق إيه؟ نصدق كلامه الحلو قوي اللي بيلف بيه دماغنا ده، ولا نصدق الأفعال بتاعته اللي لا تنطبق بأي شكل من الأشكال على الكلام ده، ودايما بتكون عكس الكلام تماما؟ أنا من موقعي هذا، وإن أنا لايف كوتش، بقول لكم صدقوا الأفعال. الأفعال أهم كتير جدا من الكلام. الكلام ببلاش وكلام كتير، لكن الأفعال هي اللي بتبين الشخص ده، وهل هو فعلا شخص صادق ووعوده دايما شارم، يعني لما يقول كلمة لازم ينفذها، ولا هو بس بياكل العقل اللي قدامه وفي الآخر مش هيعمل أي حاجة من اللي هو بيوعد بيها. لو انتوا في حياتكم شخص من النوعية دي، ابعدوا عنهم تماما، لأن الوجود جنبهم مرهق جدا للأعصاب. لأن طول الوقت انت عندك بهجة كده لما يوعدك بحاجة معينة، ونيجي ساعة التنفيذ خيبة أمل رهيبة. ده بيعمل صدمة نفسية كده، ومرة مع التانية بنفقد تماما الثقة في الشخص ده، وممكن كمان يخلينا نفقد الثقة في أي حد تاني حوالينا. ما هو يمكن بقى كله بيكتب زيه. شفتوا بقى ممكن يوصلنا لإيه؟ فالبعد عنه أحسن.